في عز الليل في أوضة الضيوف سمعت صوت الباب اتفتح بالراحة. ما كنتش قادرة أتنفس. كان هو عماد جوز بنتي. همسلي وقال لي: نادية، مش قادر، عايزك ومش قادر أبعد أكتر من كده. مد إيده ناحية جسمي اللي كان مولع نار. ازيكم يا أحلى متابعين قصة جديدة، ركزوا معايا قوي فيها وما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في قناة قصص آخر الليل. صاحبة القصة بتقول: أنا نادية 38 سنة، متجوزة من يوسف عنده 50 سنة، ما عنديش غير بنت واحدة هناء. هو متجوزة وراجلها بيحبها قوي ومهنيها قوي قوي. عايشة أنا وجوزي يوسف اللي كبر والمرض اتمكن منه. عماد ده كان نعمة الابن، ده اللي كنا يعني شايفينه منه. أول لما احتاج حاجة أول حد ممكن أكلمه هو عماد، وعمره ما اتأخر أبدا بصراحة. لحد لما بدأت أحس ناحيته بحاجات حلوة. كنت بضحك على نفسي في الأول، بس اكتشفت فعلا إن هو صحاها. أيوة صحاها، صح مشاعري من تاني وولع إحساسي وخلاني أرجع بالزمن 15 سنة لورا، وبقيت كأني فعلا بنت في عز شبابها. الموضوع بدأ بتعب جوزي تعب في نص الليل. ما لقيتش حد ألجأ له غير عماد جوز بنتي. اتصلت عليه: عماد الحقني، عمك يوسف تعب وأغمى عليه ومش عارفة اتصرف ازاي. قال لي: دقايق وهكون عندك. وبالفعل بعدها بشوية لقيته بيدن الجرس. فتحت له فورا وخدنا يوسف ورحنا أقرب مستشفى. الدكاترة طمنونا وقالوا لنا لازم يفضل في الرعاية، ممنوع حد يبيت معاه. عماد قال لي: يلا نرجع ونجيله الصبح بإذن الله. ركبت مع عماد العربية ورجعنا لحد العمارة. قال لي: تحبي أوصلك لفوق؟ قلت له: لأ كتر خيرك، روح انت يلا لهناء علشان تطمنها وما تبقاش لوحدها. نزلت من العربية وحسيت بدوخة جامدة، ولقيت نفسي بقيت على الأرض من التعب. عماد جرى عليا وشني وطلع بيا فوق للشقة، وعمل لي مية سكر كده وشربتها، وهو ساندني علشان ما تقعش مني الكوباية. حسيت ساعتها بحنية كنت يعني محتاجاها قوي. حسيت مشاعري بدأت تتحرك وما فقتش غير لما قال لي: تحبي أجيبلك هناء تقعد معاكي؟ قلت له: لأ خليها ما تتعبهاش، هبقى كويسة. قال لي: طيب أنا هنزل وهعدي عليك الساعة 7 الصبح علشان نروح لعمي المستشفى. ومشي وسابني وانا بقيت حاسه ان في نار جوايا. صحيت ومشعلله، فقت لنفسي وقلت: ده جوز بنتك، عيب اللي انتي بتفكري فيه ده. رجعت وقلت: وايه يعني جوز بنتي؟ مش راجل وانا ست ومحتاجه. وافتكرت ان انا عامله زي الارض البور اللي بقالها سنين مرتوتش. وافتكرت اخر مره جوزي لمسني فيها، مش فاكره كده من كام سنه. هموت مش قادره، مفيش في بالي غير عماد جوز بنتي اللي بدات افتكر شكله لما كنت اروح لهم في الاول، ويخرج لي لابس شورت مجسم منفوخ باين معالمه منه. لقيت نفسي بقول: يا عماد، ريحني، ريح حماتك من نارها وشهوتها. صحيت الصبح لقيت نفسي عريانة. لقيت عماد بيتصل وبيقول لي: أنا تحت. لقيت نفسي بقول له: اطلع بلهفة. قال لي: لا أنا مستنيكي تحت. كان نفسي يطلع ويطفي ناري، بس قمت أخذت شاور كده سريع وخرجت. بصيت لنفسي في المراية وشفت جسمي عريان لأول مرة من سنين ما دققتش فيه كده. معقول الجسم ده مفيش ايد تتمدد عليه كل المدة دي كلها؟ ولا وسطي الملفوف اللي ما فيهوش غلطة ولسه محافظة على نفسي؟ رحت لهدومي في الدولاب، في رف كده لبس خروج بطلت ان انا البسه من سنين. قلت اكيد يعني مش هلاقي حاجة مقاسي. لقيت بادي كده كنت بحب البسه، كان بيبين كده كل مفاتن ست. قلت اقيسه يعني. لقيته زي ما هو كده عليا، ما تخنتش ولا خسيت ولا اي حاجة. لسه جسمي مقسم زي ما هو، وصدري باين كده ومعلمه منه، خصوصا ان لبست بره خفيف كده ومفتوح من الصدر. مش هينفع البس بنطلون، شكلي يعني مش هيبقى لطيف. ايدي جت على جيبه، كانت عندي قماشتها طرية كنت بحب البسها قوي زمان. لبستها ولبست طرحتي ونزلت. حسيت ان عماد ساعتها عينه كانت عليا ما اتشالتش. قال لي: معقول اول مرة اشوفك بلبس خروج كده، دايما تخرجي بالعبايات. قلت له: ايه رأيك بقى؟ لقيته بيقول لي: بصراحة زي القمر. كنت فرحانة قوي بكلمته ديت، وحسيت ان مشاعري اتحركت نسيت ان هو جوز بنتي. ركبت العربية ونسيت جوزي التعبان في المستشفى ورايحين له، ونسيت الدنيا كلها وبقيت مركزة مع عماد. رحنا المستشفى، الدكاترة طمنونا وقالوا هيفضل هنا فترة. لقيت عماد بيقول لي: تعالي اقعدي عندنا بدل ما انتي قاعدة كده لوحدك. فرحت جدا وقلت له ماشي. رجعت البيت وخليته استناني علشان اطلع اجيب هدومي. طلعت لميت كل هدومي والبيجامات بيتي كده وكل حاجة كأني عروسة جديدة، ونزلت ورحنا على شقته. قعدنا كام يوم كده حياة طبيعية جدا. كنت مكسوفة ألبس حاجة مغرية علشان يعني بنتي هناء، لحد لما جاتلي كده فكرة. هو بيصحى قبل شغله كده بحوالي ساعتين بدري، وأنا كده في الوقت ده بكون صاحية، وبنتي بتنام متأخر وبتصحى متأخر بعد ما بينزل شغله كده ب3 ساعة. اتعمدت إن أنا أغريه في الوقت ده.
اليوم الأول لبست بادي كوت كده مبين جسمي وصدري، وكملت بنفس الأسلوب. دخلت المطبخ أعمل قهوة، هو كان في الصالة كان بيجهز نفسه. سمعته بيقرب، بصيت ورايا لقيته بيشرب مية وواقف ورايا بالظبط. قال لي صباح الخير يا حماتي، صاحية بدري زي العادة يعني؟ قلت له صباح النور يا عماد، أصل ما بعرفش أنام متأخر، متعودة على الميعاد ده. فضلت واقفة قدام البوتاجاز وهو ورايا، حسيت بوجوده قوي. اتعمدت اني امد ايدي لفوق علشان اجيب برطمان السكر، ودي كانت حركة يعني خلت البادي يشد اكتر وجسمي كله يبان بوضوح. لقيت صوته كده بقى خشن شوية. قال لي انا اسف لو كنت ضايقتك، بس ما قدرتش اقول ايه الحلاوة دي، اول مرة اشوفك كده يا نادين. لفيت ناحيته وابتسمت. ابتسمت ابتسامة خجولة لكن كلها اغراء. قلت له لا ما اتضايقتش يا حبيبي ولا حاجة، بس هي يعني ملابسي المريحاني في البيت، ما هو يعني مش هفضل لابسة اللي جايلك كده على طول. قلبي كان بيدق زي الطبل. عرفت إن الخطة نجحت وإن بدأ يعني ياخد باله مني. اليوم التاني الجراءة زادت عندي شوية. كان عندي كده بيجامة قطعتين، شورت قصير جدا وبحمالات ما كنتش لبستها من سنين، بس كانت لسه يعني بتليق عليا. قمت الصبح ولبستها. دخلت المطبخ تاني، لقيته بيقرا الجورنان بتاعه في الصالة. دخلت المطبخ وفتحت التلاجة وأنا مديهاله ظهري كده. سمعته بيسيب الجورنان من إيده. حسيت بخطوطة بطيئة جدا ناحية المطبخ. قال لي بصوت واطي جدا بتدوري على حاجة يا نادية؟ لفيت بسرعة لدرجة إن شعري اتحرك في الهوا. وقفت قدامه والمسافة ما بيننا كانت أقل من متر. البيجامة كانت ضيقة جدا وكانت مبينة كل تفاصيل جسمي. قرب خطوة كمان، كانت المسافة اللي بيننا يعني خلاص. مد إيده ناحية كتفي مش علشان يلمسني، لأ، كان بيحاول يرفع خص من شعري. لمسته الخفيفة دي كانت زي الشرارة. قال لي بهمس أنا آسف يا نادية، بس مش قادر أقاوم أقرب منك. وقرب وشه من وشي، والنار اللي كانت جوايا طول الأيام دي اتحولت لفيضان. غمضت عينيا وأنا مستنيه بقالي سنين بحلم بيه، بس مش أي حلم، ده الحلم اللي أنا فيه ده، جوز بنتي. ولقيته بعد فجأة وقال لي ما يصحش، لازم أنزل الشغل دلوقتي، سلام يا حماتي. خرج بسرعة من الشقة سابني واقفة مكاني، أنفاسي السريعة وجسمي كله بيترعش. وقلت لنفسي هو أنا كده خلاص مش عاجباها؟ بعدين افتكرت لمسة إيده ونظرته المشتعلة، عرفت إنها مسألة وقت مش أكتر. ما قدرتش أنام، كنت بفتكر كل لحظة بينا. إيدي راحت على جسمي تاني، لكن المرة دي كان الاحتياج أكبر. كانت الشهوة مولعة بعماد. معرفتش أنام طول الليل خالص. كل حتة في جسمي كانت بتنادي باسم عماد، زي الأرض العطشانة بقالها سنين وبتستنى الشتاء. افتكرت لما سابني ومشي الصبح، حلفت لنفسي إني لازم أكسر الحاجز ده الصبح أو حتى قبل الصبح. ما كنتش لابسة أي حاجة تقريبا تحت البيجامة، وكنت بتالف في السرير بتاع أوضة الضيوف. فجأة سمعت صوت خفيف كده، الباب اتفتح. افتكرتها هنا، بس هنا نايمة في أوضتها نوم تقيل. ببص لقيت اللي بيقولي ناديه انتي صاحية؟ طلع عماد. قلبي نط من مكاني، رفعت راسي من على المخدة وقال لي ناديه انتي نايمة؟ قمت من مكاني، قرب مني، لفت ريحة حوالين ودني. حسيت بكل تفاصيل جسمه، حسيت بحاجة ناشفة كبيرة جدا بتضغط عليا. وساعتها ما بقاش فيه أي تفكير، ولا في بنتي هنا، ولا في العيان جوزي، ولا حتى في الدنيا كلها. كنت أنا وعماد وبس، والنار اللي ولعناها. وبعدين بقى كمل معايا. كانت ليلة مش ممكن أبدا إنها تتنسي، ليلة ما كنتش فاكرة إني ممكن أعيشها في يوم من الأيام. صحيت الصبح على صوت المنبه بتاع عماد وهو بيقوم علشان الشغل بتاعه. كنت أنا في أوضة الضيوف. كنت حاسة إن جسمي كله متكسر، بس في نفس الوقت طايرة من الفرحة. وأول لما شفته بيلبس بسرعة مسكت إيده وشدته ناحيتي. قلتله بدلع كده، رايح فين يا حبيبي؟ لسه بدري. بصلي بنظرة كده مش هتفارقني طول عمري. كانت نظرة كده فيها خليط من الشوق والندم. يدوب ألحق قبل هنا ما تصحى، لو شافتني كده هتبقى كارثة. قلتله خلاص يا روحي، بس ما تنساش إني بقيت مراتك. قال لي هنتقابل تاني بس أول ما هنا تنام، بس قومي دلوقتي بس البسي هدومك بسرعة. ولبست بيجامتي وخرجت من الأوضة زي ما يكون كده ما حصلش أي حاجة. ريحت عماد لسه في الأوضة ولسه حاسة بدف جسمه. الأيام اللي فاتت دي كانت غريبة جدا. بقيت عايشة حياة مزدوجة. قدام هنا كنت الحما اللي جاية تقعد جنب بنتها علشان وحيدة وراجلها تعبان ومعجوز في المستشفى. وقدام عماد كنت العشقة المراهقة اللي بتطفي نار السنين.
كانت علاقتنا بتزيد، المواعيد السرية بقينا نستنى بالليل لما هنا تنام علشان نتقابل في أوضة الضيوف، أو نبعت لبعض رسايل كده على التليفون. وأول لما هنا تروح في النوم كنت أقوم ألبس هدوم مغرية كده، مرة شورت قصير، مرة روبستان شفاف. كان عماد كل يوم بيقع في حبي من أول وجديد، وبقيت بهتم بنفسي بطريقة يعني جنونية. أحط ميك اب خفيف، أعمل شعري، ألبس هدوم ضيقة تبرز مفاتيني. هنا ساعتها لاحظت التغيير، قالت لي: إيه يا ماما الحلوة دي كلها، ما شاء الله، شكلك أصغر 10 سنين، ده أنا العروسة المفروض أعمل كده؟ قلت لها: يا بنتي، أنا أصلا ما شفتش الراحة ديت غير وأنا قاعدة جنبكم هنا، الحمد لله النفسية مرتاحة. عماد كان بيبصلي في اللحظة دي بنظرة تخلي جسمي يسخن، وبعد أسبوعين من العيشة في شقة هنا قررنا إن احنا نروح نشوف يوسف في المستشفى. ركبت العربية مع عماد، كنت لابسة فستان ضيق كده شوية بيج وسطي. قال لي بهمس كده: ايه الفستان ده؟ ده انتي هتموتي الناس من جمالك. أثناء الزيارة الدكاترة قالوا إن يوسف هيخرج خلال أيام، علشان يعني حالته مستقرة، بس محتاج رعاية كاملة في البيت. الخبر نزل عليا زي الصعقة. طب احنا هنعمل ايه؟ وعلاقتنا اللي في السر دي هتنتهي؟ هنرجع للعطش تاني؟ وبقيت مش عارفة أعمل ايه. حسيت في اللحظة دي إن أنا هرجع تاني للوحدة والحرمان. بس ساعتها لقيت عماد بيبصلي، حسيت إن هو بيطمني ويقولي: ما تخافيش، أنا مش هسيبك وهفضل جنبك. في اللحظة دي عيني دمعت، بس مش على جوزي العيان، لأ، على فراقي، على فراقي لعماد. أنا بجد يعني مش عايزة أسيب عماد، أنا حاسة إن أنا بحبه جدا ومش هقدر أعيش من غيره، ومش عارفة بجد أعمل إيه.